هاتها من الشبكه، هاتها من الشبكه. هوبا على طول وشوطه في الجول. الجول الثاني، الجول الثاني لنادي الزمالك اللي جابه ايمن يونس. ايمن يونس الهدف الثاني للزمالك احرزه ايمن يونس في الدقيقه 4 من الشوط الثاني. يلا يا ولاد، يا عيني على الحلاوه. هيلعبوا افريكان سبور الضربه الموضوعيه نتيجه احراز في الشمال وبيلعبها لحسام حسن المعدي. يلا ايمن، يلا ايمن، ترقيصه، هوبا 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 هوبا، جول 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 جول. ايمن يونس، ايمن يونس، الجول الثاني في الدقيقه 12. ايمن يا ولد يا ولد يا ولد، ايمن يونس، ايمن يونس في الدقيقه 12. ايمن يونس اهي، وعدت من حسام حسن ومتابع ايمن، وادي الترقيصه اهي، وادي الترقيصه، وعلى مهله قوي، مستني بقى لما الثاني يخش جوه جول، وبعقل قوي على رجله الثابته اهو، على رجله الثابته جول، رجله الثابته جول. 2-0 لمصر، 2-0 لمصر. ايمن يونس، ايوه كده، ايوه كده. لاسماعيل يوسف دلوقتي انا مش عارف احمد رمزي بيلعب ايه بالظبط، واخد الناحيه الشمال، وبعد ما طلع شوقي غريب الكوره مع علي شحاته يلعبها ومش اوف سايد وماشي ايمن، ماشي ايمن، شوط الجول، جول جول جول. الجول الاول لمصر احرزه ايمن يونس بعد مضي حوالي 19 دقيقه. برافو ايمن، برافو ايمن، كوره جميله جميله جميله، خد كوره ومش اوف سايد. وزي ما قلت لحضراتكم مصر بتحاول انها تضرب مصاد تسلل، وضربت مصاد التسلل بلعبه لايمن يونس وخدع بيها خط دار السنغال، وعمل نفسه هيرجع كوره بره بالعرض ويلعبها لسانجري. الونجين دلوقتي مغيرين اماكنهم مع بعض، وراحت الكوره لاشرف قاسم وابراهيم يوسف لبدر حامد، وطلع يمسكها وشاط في الجول. الجول الاولاني لنادي الزمالك اللي جابه جمال عبد الحميد في الدقيقه 45 من الشوط الاول. مالك شمال وهيرفع، والرفعه حلوه والكورش بدماغه، يس جول 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 جول. ايمن يونس، ايمن يونس يجيب الجول، تعادل لنادي الزمالك بهد جميل من الكورشي. الكورشي يلعبها بالهد، ايمن يونس على يمين عاشور يجيب جول التعادل للزمالك. اهي هنشوفها تاني. اصبحت النتيجه ربيع ياسين، سيد يوسف، ايمن يونس، وهاتوا خدوا ايمن، وهو جول، هو جول، هو جول، جوه جول. الجول الرابع ايمن يونس، هاتوا خد مثاليه زي الكتاب ما بيقول. جوه جول ايمن يونس، الجول الرابع في الدقيقه 8. ايمن يونس 4-0، 4-0. هنوصل نص دستة ان شاء الله، يمكن تزيد كمان. متابعوا هذه الشبكة، اهلا بيكم معانا في فيديو جديد على قناتنا الرسمية على يوتيوب. النهارده هنتكلم عن كابتن منتخب مصر ونادي الزمالك ايمن يونس اللي بدأ مسيرته الكروية في عام 1980 واستمرت 14 سنة، اي انه اعتزل كرة القدم في عام 1994. حقق انجازات كثيرة جدا مع نادي الزمالك وحتى مع منتخب مصر. حقق مع نادي الزمالك 4 بطولات دوري، حقق معاه 3 بطولات دوري ابطال افريقيا،
ومره واحده كاس مصر، ومره واحده كاس الافرو اسيويه، وكذلك مره واحده مع منتخب مصر بطوله افريقيا في 1986. وكانت تجربه احتراف ناجحه جدا لمده 3 مواسم متتاليه في الدوري السعودي مع ناديين الرائد والوحده السعوديين. كذلك ايمن يونس هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكره المصريه اللي لعب في 11 مركز داخل الملعب، حتى حراسه المرمى كان ليه نصيب انه يشارك فيها لمده 40 دقيقه لما كان الفريق الابيض او الزمالك بيلاعب الترسانه واصيب حارس الزمالك، فهو اضطر انه يلعب بديل الحارس، وقد تالق في مركز حراسه المرمى في ذلك الوقت. ده كان قليل من كثير معانا على قناتنا هاتها من الشبكه، كرة زمان عندنا وبس. انتظرونا في كل جديد من لقطاتنا الحصريه ومفرداتنا والنوادر لزمن الكره الجميل، وهذا نجم مغنم يحييك. استنونا في مفاجآت اكتر واكتر ملهاش نهايه على هاتها من الشبكه. كرة زمان عندنا وبس، حاجتنا حصريه ومش هتلاقيها عند حد تاني. وهاتها من الشبكه، هاتها من الشبكه.